النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تمام. الحما تمام، واجب عليك ان انت تعامل مرات الابن ان هي بنتك، ماشي، مش ان انت ترضي مثلا لها الاهانه والذل، وفي المقابل ان انت بنتك ما ترضيش لها اي شيء من اللي انت ترضيه. ما هي دي يعني دي انسانه ودي انسان، دي بنت ناس ودي بنت ناس. ليه حبيت لبنتك اللي انت مش حباه وليه يعني ليه بتكلفي مرات الابن وتطلبي منها امور انت بترفضي ان بنتك تعملها في بيتها مع حماها ومع حماتها؟ تمام. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. حتى يعني اضعف الايمان يعني ان الزوجه لما تقوم بعمل في بيت زوجها من خدمه مثلا اهله، من خدمه اخواته، من خدمه امه، من خدمه ابوه، يعني اضعف الايمان ان هي تلاقي كلمه كويسه، تلاقي معامله مرضيه، تلاقي يعني عمل، يعني حد يقول لها شكرا، حد يقول لها يعني انت عملت حاجه كويسه. انما يعني تعمل وتجهد نفسها وتتعب وفي الاخر ان هي ما تلاقيش مقابل لاي عمل، حتى الكلمه الكويسه ما تسمعهاش. طبعا ده امر لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وامر يعني لا شك ان بيبقى سبب ان النفوس ما تبقاش كويسه بين الناس وبعضها، وحتى اللي عايشين في البيت الواحد. ده امر يعني ينبغي للجميع ان يتنبه له. من افضل الاعمال التي يتقرب الانسان بها الى الله عز وجل جبر الخاطر. وجبر الخاطر يعني قد يكون بكلمه. تمام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس انفعهم للناس. الانسان لما يجبر بخاطر انسان، ممكن مثلا حد يطلب مني طلب، حد يطلب مني مساعده، يعني حتى لو انا يعني النيه ان انا والله انا هديله جبر خاطر، انا هقف معاه جبر خاطر، انا هسنده جبر خاطر. فجبر الخاطر من افضل الاعمال ومن افضل القربات التي يتقرب الانسان بها الى ربه سبحانه وتعالى. وكثير من الناس بيحرم نفسه من خير كتير حتى بيكون كلمه، يعني مش هتغرمه اي حاجه، مش هتتعبه في اي حاجه، ولكن كلمه. الانسان لا يبخل على نفسه بالاعمال التي ترضي الله عز وجل عنه. وما يعني طالما الانسان قادر على اي عمل يرضي الله عز وجل، فطبعا يعني كلنا ما حدش يعرف نهايه عمره ايه، نهايه اجله امتى. فالانسان يعني على قد ما يقدر ان هو يقدم لنفسه من الخيرات ومن الاعمال، كما قال القائل قدم لنفسك خيرا وانت مالك من قبل تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري اي المسالك سالك، اما لجنه عدن او في المهالك هالك. أسرة يعني ايه ان انا هتزوج، بل احنا خدنا الزواج ان هو عرس وفرح وله بيجي يعني كما يطلق في العام البلدي، انما كمسؤوليه بيت لا، ما علمناش اولادنا. اهم حاجه في الزواج التوافق والكفاءه في الزواج. فبسبب عدم الكفاءات وبسبب عدم التوافق يحدث الشجار ويحدث الطلاق، ولكثرة النزاعات العائلية القبلية. أيوة. ولكثرة تدخل الأسر بين الزوجين. اتفضل يا فندم. تدخل العائلات بسبب حالات الطلاق أكبر كارثة يقع فيها الزوجين التدخل الأسري، سواء كان من الزوج أو الزوجة. يأتي الولد ويشتكي لأبيه أو لأخيه أو لعمه حدث كذا وكذا، وهنا يتدخل الشيطان. لا أنت لا تخطئ، أنت مش غلطان، بل هي كذا وكذا وكذا، بدلا من أن تأتي يعني وتربي ابنك تربية صحيحة وتكلميه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى لا تفرقي بين اثنين، حتى لا تفرقي بين أسرتين، والعكس. تأتي لبنية وتشتكي لأمها، بالمعنى البلدي كده، اقعدي هنا لحد ما يجيلك لحد بيتك. طب وليه ما حدش يقول كلمة طيبة إن يوفق بين زوجين؟ لأن قد ربما يصطلح الزوجان وتبقى الخلافات العائلية بين الأسر. فالسبب الرئيسي في تدخل الأسر الزوجين، ولا بد على كل عاقل أن يتدخل في طاعة الله والصلح بينهما، لقول الله تعالى اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم وإن أردنا فأصلحوا بينهما والصلح خير. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم
ألا أدلكم على إصلاح ذات بين، ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصلاة والصلاة ألا أدلكم على من هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. فما بالك إن أنا بصلح بين الزوجين؟ قد ربما يكون بين الزوجين دول ولد أو بنت. الخاسر الأكبر هو الولد والبنت، والله أعلى وأعلم. شكرا. بأن يعامل الغير ابنتك راعي الله في هذه الفتاة، راعي الله في هذه المرأة، اجعليها ابنتك، اجعليها ابنة لك، هي في منزلة ابنتك. لو أنت أطعت الله فيها ورب الكعبة ستعطيك عينها ما دمت أنت تطيع الله فيها، بدلا من أن توصي ابنك أن يتقي الله. معك يعني ممكن تكون الفتاة هي يحصل منها مشاكل مع الحمل، لكن لابد مع يعني العكس كذلك. قد ربما نجد الأم تعامل زوجة الابن معاملة طيبة، وتجد الزوجة نفسها تعامل الأم معاملة سيئة. اجعلها أمك، اجعلها أمك، لأنك ما تفعلينه سيحدث معك حين. أليست هذه مظالم يا فضيلة الشيخ؟ نعم. أليست هذه مظالم؟ يعني دي مش مظالم ان حد يجي على حد، او دي مظالم، مش الحاجات دي هنحاسب عليها. كما تدين وتدان. يعني انت اما تعملي كده مع حماتك او وتغضبي ربنا، ستاتي من تعاملك بأسوأ. وقد ربما يعني الحياه تكون طيبه بين الزوجين. قد تجد الام هي التي توصي ابنها بزوجته، عاملها معامله حسنه. كما رأينا أحد الصالحين أم أوصت ابنها على زوجها: كوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي سره، فإن أفشيت سره أو غلت صدره. مين الأم اللي بتعمل كده؟ اللي بتوصي ابنتها. طيب أنت حبيت عيلة، هل أوصيت ابنتك أن تعامل أم زوجها كما يرضي الله؟ وأيضا العكس، هل أنت أيتها الأم هل أوصيت ابنك الذي سيدخل على الزواج أن يعامل زوجته؟ بدلا من أن يعني نوسوس وسوسة الشيطان ويوصل الحال إلى أنك تأمرون ابنك بطلاق زوجته، أترضينه لابنتك؟ أترضينها لابنتك؟ الشرع يقول يعني ما جرى عليه العرف جرى عليه الشرع، فاتق الله لأنك ستقفين أمام ربك وستحاسبين. أسأل الله أن يتقبل منا وإياكم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه. دعاء يا فضيلة الشيخ بقى الصغير قبل ما نمشي، اتكل على عشان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اصلح ذات بيننا، واهد شبابنا، واحفظ بناتنا ونساءنا، ورب لنا أولادنا يا رب العالمين، واحفظهم من السحر يا رب العالمين، من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.